موضوع بيشغل الممثلين كتير جدا، هو انك ازاي تسوق نفسك كممثل. طيب، ليه رجاء بس قبل ما نبدأ نتكلم في الموضوع ده، هو انك تنزل تعمل لايك للفيديو، عشان اللايك هو اللي بيساعد ان الفيديو ينتشر اكتر واكتر. ولو مش مشترك في القناة يا ريت تشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. وبس كده. ازاي تسوق نفسك كممثل؟ اول خطوة هو انك تأسس نفسك، انك تاخد ورش، انك تشتغل مسرح كتير، انك تبدأ ان انت اي فرصة تجيلك تحاول ان انت تستغلها ان هي تطور منك. تحاول ان انت تتفرج كتير جدا، لان الفرجه نص العلام. تتفرج على مسرح وافلام ومسلسلات واعلانات وسكتشات وافلام قصيره، تتفرج على مصري واجنبي، عشان خاطر كل ده بيبدا ان هو يزود ثقافتك. وابدا اتفرج بعين الفنان وحلل اللي انت بتشوفه، وحاول تتعلم من اللي انت بتتفرجه، عشان خاطر ده هيضيف لك كتير جدا. والتأسيس هو من أهم الحاجات، لأن أنت لما بتأسس تبقى جاهز لأي فرصة تجيلك إن أنت تستغلها بأحسن شكل ممكن. تاني حاجة هو العلاقات. مهم جدا إن أنت تعمل علاقات في الوسط والمجال وبره المجال، لأن العلاقات هي اللي بتساعد بشكل كبير جدا إن أنت تبدأ يجيلك شغل. وما تستصغرش حد، اعمل علاقات مع ناس مهمة ومع ناس عادية ومع ناس متوسطة، مع طبقات مختلفة، مع ثقافات مختلفة، في مجالات مختلفة. لأن العلاقات دي ان انت بتزود معارفك، ده شيء بيسهل عليك حاجات كتير جدا جدا جدا. تالت حاجة انك تهتم بالصور اللي انت بتنزلها، تهتم بالبوستات اللي انت بتنزلها على السوشيال ميديا، تهتم بأي كلام انت بتقوله، لان في الاول والاخر اللي انت بتنزله ده بيعبر عن صورتك. فصورتك قدام الناس هي الانطباع اللي بياخدوه عنك، لو هم ما يعرفوك يعني اول مره يشوفوك من خلال البوستات اللي انت بتنزلها، ده بيفرق جدا. فمهم بشكل عام ان انت تهتم السوشيال ميديا بتاعتك جدا، لان السوشيال ميديا هي اللي بتفرق فنان عن فنان في الواجهه للناس اللي ما تعرفكش. وبعدين ده الواقع وده الحاضر اللي احنا حاضرينه، وده التطور اللي احنا وصلنا له. فمهم ان انت تواكب العصر وتستغل ده باكبر كم ممكن، واكتر يعني استغلال، لان حرفيا ده بقى مهم جدا 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 جدا، وتستغله صح وبعقل من غير ما تقلل من نفسك. رابع حاجه هو انك تبدا ان انت تساعد الناس. ساعد الناس، ربنا هيبعت اللي يساعدك. ساعد الناس وبحب وبنوايا خير، صدقني. لو انت ساعدت الناس في حاجه انت كمان ضعيف فيها، هتبدا ان انت تتطور فيها. لو ساعدت الناس في حاجه انت مش يعني مش احسن حد فيها، هتبدا ان انت تفتح خيال نفسك فيها، فهتبدا ان انت تتطور كمان. خامس حاجه ان يبقى عندك صبر. صبر وما تيأس من الموضوع، لان الموضوع عايز طول بال. واعمل الموضوع بحب، واعمل الموضوع وانت سايب نفسك، وطور من نفسك بجد، واشتغل على قد ما تقدر. صدقني كل واحد هتجيله في وقته، وربنا هيشاور عليك في وقتك. كثير الطرق اوشك ان يفتح له. وبس كده. هسيب لينك الفيسبوك بتاعي تحت، لو حد عنده اي استشاره، حد عايز اي ورشه، حد عايز اي حاجه في اي حاجه، يدخل على طول يسالني وهرد عليه على طول ان شاء الله. بس كده، اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.